قال لك سيدي الجماعه ديال اكادير نهار الجمعه صادقوا على قرار تيقول المحلات التجاريه خاصهم يحلوا مع 6 ديال الصباح ويسدوا مع الوحده ديال الليل. ما تفوتش الوحده فتي هذا الشيء، خاصك ضروري ترخيص من رئيس المجلس ديال اكادير. انا غنعتذر للاشخاص اللي كيخصهم الخبز في 3 و4 ل5 الصباح، اللي عاد باغي يتعشى ولا باغي يفطر، انا كنعتذر ليه ياكل البسكويت. جا مسؤول اليوم وكيقول لك اللي ما لقيتيش الخبز كول بسكويت. هذا كيعني ان المسؤول ما حاش بالشعب اللي ما لقاش الخبز وكيطنز عليه وكيقول لك كول بسكوي. هو بعدا وصل حتى الخبز بقى لي غير ياكل بسكوي. المحلات التجاريه اللي غتسد ما كاينش فين غتشري الخبز، فين غتشري هذا البسكوي؟ واش هذا لوجيك؟ دونك كما قلت لكم ان هذا السيد اللي من الجماعه ديال اكادير الا كان قاصد القول ديالو فراه ربما كيبين ان المسؤولين تما ما حاسينش بالشعب وما حاسينش بهذا القرار انه يقدروا يسدوا المحلات مع الوحده والشعب يدبر راسو. والسؤال تيطرح راسو هنايا، واش غتسدوا كلشي؟ لوطيلات وغتسدوا البيسريات وغتسدوا البيران وغتسدوا كلشي، ولا هما غيبقاو حتى 3 ديال الصباح وما كاينش اللي غيهضر؟ وهنا راه شفت واحد جاوب وقال لك باللي غادي يكونوا الاستثناءات، واللي قصد بها نيت قال لك ان الفنادق وما جا وراهما راه باينه ديك ما جا وراهما. علاش؟ حيت بيان سور ضربوا الحساب لداك الشيء اللي غادي يجي السياحه. ولكن السؤال اللي تيتعاود يطرح راسو هنايا، علاش ما غنضربش الحساب لديك المراه ولا داك السيد اللي غينوض مع 3 الصباح خاصها تفطر باش تمشي للخدمه ديالها ولا الفلاحه ولا الموقف، باش نفهموا مزيان بعدا شنو اللي واقع. راه ما كاينش شي قانون مغربي ولا وطني كيقول لك المحلات التجاريه خاصها تسد مع الوحده ولا الربعه، راه ما كاينش. واللي كاين هو انه هاد الجماعات المحليه والسلطات والعمالات والبلديات والوالي يقدر يحط قرارات في حال هذا ويقول لك المحلات ديالنا يعني المحليه تسد مع 11 تسد مع الوحده، وهذا الشيء راه من حقه، وهذا راه حق اللي كيخرجوا له النظام الاداري المغربي تحت ما يسمى بالقرارات التنظيميه، يعني قرارات اللي غادي تنظم المدينه وتحد من الفوضى. هما كيقول لك هاد القرارات تيجيو بناء على بزاف ديال الشكايا ديال المواطنين انه شي محلات تبقاو حال 24 ساعه على 24 وتكون الموسيقى والزحام والصداع الى اخره. المهم كما قلت لكم من حقها، ولكن باش ما ننساش خاص ما تعارضش مع النصوص الوطنيه اللي اعلى. المهم اكادير البارح صادقات على هذا القرار، صادقات على قرار ان المحلات التجاريه تحل مع 6 الصباح وتسد مع الوحده ديال الليل. وكاين اللي عارض وما عجبوش هذا الشيء من وسط اعضاء المجلس، خصوصا انه كيف ما كنقول لكم داز بواحد السرعه، يعني حتى المواطن خرج شي عنده ما فراسو ما يتعاود. كاين اللي قال لك المدينه السياحيه باغي تسد مع الوحده كيدير شي ليها. في بلايص اخرى المدن السياحيه راه وصلوا انهم يحلوا 24 ساعه على 24. انا الصراحه ما نكذبش عليكم، يعني الا كان واحد الاجتماع ديال الناس اللي ما متفقينش مع هذا القانون زيد عليها المشاريع الكبرى اللي داخل عليها البلاد والسياح اللي جايين، البلاد تقدر تعطي واحد النظر اخر العكس، غتخرج بقوانين على الصعيد الوطني كاع تقول غترخص للناس انه تحل المحلات التجاريه منهم اللي غيخدموا 24 ساعه على 24 تقنن، حيت راه كاين اللي كيبقى حاله كاين راه كيدير ما بغا كيحتكر وكيزيد في الاسعار. لقيت باللي بزاف ديال الجماعات اللي بداو كيفكروا ولا بداو كيخدموا في هذا القرار بحال مثلا في قنيطره القهاوي والمطاعم والمحلات التجاريه حدهم الجوج، راه هادشي حتى لهنا بداو يخدموا بهذا القرار حتى ليونيو 2025. لقيت باللي كاين واحد الانتقاء، ربما كيقولوا انه كاين اللي كيتسد مع الوحده كاين اللي ما كانش كيسد مع الوحده. المهم بعد السلطات خرجات ونفات باللي ما كاين حتى شي قرار عام اللي كيحدد الحوانت امتى تسد، وكاين واحد الفئه اللي بعيده على هذه المناطق ما عجباش هذا الانتشار بحال هاد الاخبار. قال لك صافي سالينا من المشاكل ديال الصحه، سالينا من المشاكل ديال التعليم، وبداو كيخرجوا لنا هاد القوانين ديال التخربيق لالهاء الشعب. اما الناس اللي ايدات هاد القرار فراه كتقول لك فعلا الحوانت اللي كيكونوا في المناطق السكنيه هذاك الرواج اللي كيكون عليهم كيخلق واحد الازعاج المدينه السياحيه وفيها ناس موظفين في احياء سكنيه اللي تابعوا النواض مع الصباح يمشي خدام بكري. الفئه كتقول لك ديك الخبز الا كنتي غتحتاج مع 4 ديال الصباح خذوا مع 10 ديال الليل، خذوا بكري غير ما تنساش تقول لنا القرار ديالك واش انت مع ولا ضد هذا القرار الجديد اللي خرج. وكان معكم فلاش بالدارجه، تهلاو.